حازم يا حازم. ايه بابا؟ لك سكر ولا السفلة بلشت؟ ايه مو فاتح شي؟ لك الصابون على الخيط والمي مسقعة. لك لا تكون حنفية المطبخ مفتوحة. لا مسكرة. روح اتأكد. لك يا بابا والله العظيم ما في شي مفتوح. طيب ليه ناولني البشكير تبعي يصير ما تكونش على الكرسي بالمرسى. اسعاف! اسعاف يا جماعة، شو صار بالاسعاف؟ ليكن اجوا عمو، تعالوا يا شباب بسرعة. بس شوي يا عمي ابو حازم. شباب بدكم تشيلوه شوي من عند لوح كتفه، شوي. حازم بدك تساعدهم شوي بس عضلات بطنك بس شوي شدها تطلع. بس شوي. يعطيك العافية، حضرتك صوت التفجير الإرهابي؟ انت شو شايفة؟ وأنت عمو؟ هلا وقتكم انتوا، هلا وقتكم. مثل مو شايفين حالة هلع عبت المنطقة وانتشر الزعر بين السكان، واتركوا مع آخر الأخبار. الحقوا نصورهم. هلا بتشوفها وانا بدي ما بدي هنا اعمل لك ما بدي هنا ما بدي اعرف كله من تحت راسك. ليش عم تسيب حياتي هون من تحت راسك؟ شوفي بابا ايه شو هالاصوات؟ شوفي ما في. مرحبا عمو. هي اجاك ضيوف. اهلين عمو، اهلين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب، تفضلي. مرحبا. اهلا وسهلا. طيب انا نازل، دخل لي سيجاره تحت، بدكم شيء؟ لا سلامتك ابي. يلا. ليه معزبه حالك؟ ولو ما في شيء مو عاجبك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شو كيف صرت؟ لا منيح تمام، ما في شيء، بسيطه يعني. كيف بسيطة؟ والله لما قالت لي زينة وقع قلبي. تسلمي لي يا نسرين. كاتب شيء للجريدة هذا الأسبوع؟ لا والله ما كتبت. خسارة. كثير بحب كيف تكتب ودايما مستنى كتاباتك. تسلمي، هذا من لطفك. صح، والرواية والله صار لها شي سنه بالدرج ما كتبت فيها ولا حرف. بس مو حرام؟ يعني بلا حرام، بس ما عاد عندي وقت. يعني بين المقالات والوكالات ما عاد قدرت اكتب. حازم، إذا بدك أي شيء أنا عن جد موجودة. إيه؟ تسلمي، ما بتقصري. لا أنا ما عم أقول لك مشان تقول لي ما بتقصري. ساعدك. لا تمام، أنا منيح، شكرا نسرين. طيب أنا يعني إذا احتجت أي شيء أنا عن جد هون. هيك. شكرا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شبك ماما؟ ولا شيء، شوية مشاكل بالشغل بس. الله يكسر بخاطره اللي كسر بخاطرك. أمي مو وقته هذا الحكي هلا. بابا وين كنتي لهلا؟ بالمشغل، وين بدي كون؟ إيه لا بقى تتأخري. شوفي ماما، أنا ما بعرف ولا الشيء اللي بتحبيه غير من الحكي اللي بتحكي عنه.
ولأنك بتحبيه طبيعي تشوفيه قد الدنيا. رح أمشي معك، الشاب مربى وما في منه، بس اللي بيشوفك بعين شوفيه بعينتين، وغير هيك الله معه. إلا ما إجي يوم يشوفني. لا تصدقي هالحكي، إذا ما حبك هلأ ما رح يحبك بعدين. ليل نهار على التلفزيون صرعتونا. شو ماما؟ حبيبتي حبيبتي شو بك يا قلبي؟ طلعي فيه، حط لك روج وساوي لك شعراتك كمان. تكرم عينك يا قلبي. تعالي ليكي هذا لونه شو حلو. ليكي ما أحلاكي. شو استاذ طارق؟ دكتور ولا؟ عفوا انا اسف بعتذر. دكتور شو طلع معنا؟ والله يا حبيب بدهم يخلوك تحت المراقبة 24 ساعة عشان ضربة اللي على راسك خايفين تهستير. خلصنا شو؟ رض كتفك، فبدك تريح شوي هالفترة، لا قراية ولا كتابة. مو من عندي يا زلمه، يعني فوق الموت عصة قبر؟ لا ما تعش لي الدور ابو الحزم. قعد لي البلد كلياتها هالقد حبيب، كل يوم عم تصير 200 قصة بهالبلد. احمد ربك اللي قطعت هيك، لا تنق. بعدين يعني والله الواحد بيتمناها لحاله هالضربة هي، إذا بدها تزوره وحدة مثل نسرين. شو الوضع؟ ما في شي، كتر خيرها البنت أصيلة اجت زارتنا، ما في منها. والله أنت اللي ما في منها. شو الوضع؟ لك يا أخي والله ما في شي. ما في شي؟ قوم لنتمشى شوي، قوم صار لازم نمشيك ونحكي. قوم قوم. شرف. لك يا حازم، يعني البنت مبين انه طاير عقلها فيك وبتحبك، وانت يعني قاعد مقضي لي اياها عم تجذبها وانه والله مالي مشتلق. لك يا أخي مبلا مشتلق. ايه ليك طارق، صار لك ساعة جوا عم تقلي لازم تريح راسك وترتاح، مطالعني لبرا كرمال تصرعني يا زلمة. خلص اقلب هالسيرة. حبيب نظامي شو الوضع؟ أنا شاب عمري 30 سنة، يعني لا شغل مثل العالم والخلق، ولا قدرت حصل شقفة بيت، ويلا مجمع لي هالكم فرنك. يعني ما في استقرار لا مادي ولا معنوي. طيب ليش لفوت بهي العلاقة وأذيها للمخلوقة؟ هلا إذا أنت حبيتها لنسرين تكون عم تأذيها؟ والله بهي الحالة طبعا عم بأذيها. فلنفترض فتت بهي العلاقة سنة وسنتين وثلاث سنين، طب وبعدين؟ يعني أنا شو اللي بيضمن لي إنه وضعي رح يتحسن لقدام؟ ما بكون هيك أملتها على الفاضي؟ بس يعني بنت مثل نسرين يا حازم ما بظن انه طالبة منك شيء. واضح انه البنت ذكية وحلوة، بعدين بتشتغل وعندها شغلها لحالها، مو من تبع هدول البنات يعني اللي بدك تشيل همها من الف الى الياء، صح؟ وياما بعدين يا ابو الحزم عالم حبوا بنات وعلى وشهم فتحت لهم الدنيا. هذا الوضع اللي انت فيه مؤقت، بده يتغير. ما في شيء عم يتغير، ولا هون في شيء عم يتغير. شرف